السلام عليكم. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على نبينا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم شهيوات أم ريتاج. اليوم غادي نقترح عليكم محبوب الجماهير بانيني. كلشي كيحمق عليه الصغير قبل الكبير، فبمكونات بسيطه وسهله وكلشي غنوجدوه في البيت. كيعطينا كميه وفيره كنقدروا نحتفظوا به. فتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، انا متاكده غادي تعتمديه. وسجلي عندك الفيديو للشهر رمضان او للمدرسه، فكينفع صراحه. عندي 500 غرام ديال الدقيق ابيض فورس نوعيه جيده، عندي معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، معلقه كبيره ديال السنيده، الملح، 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وعندي هنايا كاس ديال الحليب دافي. وغادي نكمل العجين ديالي بالماء الدافي. فصراحه كيجي ناجح 100%، وصراحه اقتصادي، وكنحضروا كميه اللي غتقدنا حنا والافراد العائله ديالنا. انا متاكده من اليوم غادي تستغناي على هذاك الجاهز او لا غتستغناي على هذاك اللي كتاخدي من برا. بعد ما جمعت العجينه ديالي فغادي نوضع 2 معالق كبار ديال الزبده. غادي نحاول ندخل داك الزبده في العجين ديالي كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي ندوز نحطها فوق سطح العمل باش نتحكم فيها اكثر. في الاول غتلاحظوا ان العجينه ديالكم غتبدا تقطع، فغير كملي الزبده دخليها كامله في العجين كيف ما لاحظتوا معايا. فغير تبعي الفيديو وغتشوفي. هنايا كنحاول انني ندخل الزبده ديالي مزيان في العجين. كيف ما كتعرفوا الزبده راه كتعطينا طراوه وكتهشش صراحه العجين، كيجي عجين خفيف مقطن مهوي من الداخل. فكيف ما لاحظتوا معايا هي الزبده راه بدات كتدخل في العجينه. فكتلاحظوا معايا كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه وفي نفس الوقت ما كتكونش تلتصق بالاصابع. فهنا غنجيب واحد البول، غادي نوضع فيه العجين ديالي وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي. فلا ما كانش عندكم الوقت وكنتو مزروبين تقدروا تسخنوا الفران وتطفيو عليه وتدخلوا ليه العجين، فراه غادي يختمر بسرعه. فبالنسبه لي انا غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي، بما انه الجو شويه بارد حاليا، فغادي نخليه نغطي عليه ونخليه حتى يختمر ويتضاعف الحجم ديالو. ضروري يختمر معنا ويتضاعف الحجم ديالو. فمباشره كيف ما كتلاحظوا معايا فراه العجينه ديالي هنا اختمرات وضاعف الحجم ديالها كيف ما غتلاحظوا معايا. فهذه هي العجينه ديالي. فغنحاول نحيدها من البول وغادي نخويها من داك الهواء اللي كيكون لداخل فيها. وطبعا بالنسبه للعجين ديالي فغادي نشكلها على شكل كريات. فانا غادي نعبرهم كاملين باش يعطيوني قياس واحد وعبار واحد. فلا كنتو بغيتوهم لشي مناسبه او لا بغيتوهم على مائده الافطار، بغيتوهم غير صغار، فغادي تشكلوهم. غديروا القياس ديال 36. لا بغيتوهم اكبر يعني المدرسه الوليدات غديري قياس 50. فانا وضعت القياس ديال 44 باش يجيوني كلهم تقاده وحده ويجيني قياس واحد. فلا ما كانش عندك متوفر الميزان تقدري ديري غير عينك ميزانك، كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب شنو متوفر عندك في البيت. فهنا غادي نوريكم كيفاش الطريقه ديال كيفاش كنشكلوا البانيني. فكيف ما لاحظتوا معايا راني راخفه يديا وكنطوي بطريقه سهله، وراني هنا ما سرعتش الفيديو، خليت الفيديو باش تشوفوا معايا الطريقه. كنقرص العجينه باش نسدها مزيان وكنجمع الجوانب حتى هما، وكيكون البانيني ديالي هو هذا الشكل ديالو. فكيجي ناجح بزاف. انا متاكده غادي تعتمديه وطريقه سهله. فاعطتني الكميه اللي كتشوفوا معايا، تقدروا تضاعفوا الكميه الا بغيتوا. فراه صراحه زوين بزاف وناجح. كيف ما شفتوا كنسرح العجينه مزيان، كنحاولوا ماشي نرقوها وما نخليهاش في نفس الوقت غليظه، وكنجمع كنرجعها على هذا الشكل هذا. غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، انا متاكده غادي تعتمدوه صراحه. كيعجب الوليدات سواء المدرسه غتحتاجيه حتى المدرسه. فكيجي زوين، كتحضريه كتجبديه يدي كونجولا عادي وكتخدمي به تعمريه باي حشوه
فراه سبق لي وشاركت معكم بانيني صراحه كبير اللي يصلح صراحه لوليدات المدرسه. الا بغيتوه غادي نحطو لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. الا بغيتو الحشوه راني حضرت بواحد الحشوه اللي اقتصاديه ولذيذه ومعلكه كتجي رائعه. فكأما انكم تقدروا تعمروه غير بالطون وبالخس مطيشه. ديروا اي حاجه كتبغيو نتوما ولا كيفضلوا وليداتكم، علاش لا. فهنايا كنحاول نقادو، راه كيجيني حتى قاده وحده. كنجيب واحد الصفيحه اللي غتدخل الفران، كندير فيها ورق الطبخ كنوضع. وهنايا راني كنقرصهم من الفوق حيت باقي غادي يتنفخ، غادي نخليه يخمر وغادي يتنفخ. فراني درت جوج صفيحات، ما قدتنيش صفيحه وحده. كيف ما شفتوا معايا طريقه سهله وعمليه، ناجح 100%. واحسن انا متاكده من بعد هذا الفيديو غادي تستغناي تحضريه، تشريه من برا عفوا، غتحضريه في البيت ديالك. غتحضري الكميه اللي بغيتي نتيا. فهنايا بعد ما كملت راني خليته تما في هاد الصفيحه، كيف ما كتلاحظوا راه مغطي. هذيك الصفيحه راه اختمرات. كنشعل الفران دائما، كنوضعو نطيب من التحت عاد كنطيب من الفوق، وردوا معاه البال بزاف بزاف لان راه دغيه. وفي نفس الوقت عندكم تخرجوه هو خضر، تخرجوه هو باقي ما طابش، فردوا معاه البال راه دغيه كيوجد معانا. كيف ما لاحظتوا معايا راه هذا هو الشكل ديالو، ناجح 100%. كنتمنى لك انت اول مره غتشوفي القناه ديالي او لا غتشوفي الفيديو ديالي فمرحبا بك معايا في القناه ديالي. ما تنسيش تشاركي في القناه وتفعلي زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع العائله والاحباب والناس اللي دائما معايا في القناه. فكنقول لكم شكرا بزاف على التفاعل ديالكم معايا. ما تنسوش ليا لي لايك ديالكم للفيديو عافاكم، وكومونتير زوين بحالكم، وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاحباب باش كلشي يستافد. فهنايا بعد ما الشو راه كيجي هشيش، كيجي رطب، كيجي ناجح وكيجي مقطن. غير جربيه غادي تعتمديه، وإلا جربتوه ونجح معكم رجعوا لي كومونتير وكتبوا لي علاش لا. كتبوا لي الراي ديالكم في البانيني. صراحه هنايا بعد ما برد فراني كنجيب صراحه البلاستيك اللي غندخلو المجمد وكنوضع فيه البانيني ديالي على هذا الشكل هذا. فكيف ما قلت لكم ردوا معاه البال، راه كيتحمر بسرعه. انا غفلت عليه لقيت هذوك اللي لتحت راه تحمروا بالزربه. هنايا كنوضعوا ونقادو نستفوا بالطريقه عاديه. كنغلق هذا البلاستيك، راه صراحه كيبقى ما كتدخل ليه لا رائحه لا حتى شي حاجه. وبالصحه والراحه الى وصفات قادمه ان شاء الله.